القهوة ورمضان أكتر نكد بيواجه مدمنين القهوة في الصيام حرمانهم من فنجان القهوة الصباحي. طب ليه الموضوع ده بينكد عليهم؟ أنا أقولك، القهوة بتعمل حاجة مهمة جدا، هي بتقلل مادة اسمها الأدينوزين اللي هي بتاعة الإرهاق. طول ما الأدينوزين عالي أنت مش مظبوط وحاسس انك انت مش فايق، القهوه بتيجي تظبط الادينوزين ده. طب وبعدين؟ معناها حاجه مهمه جدا، ان جسمك مش عارف يتخلص من الادينوزين بطريقه طبيعيه، انت ما نمتش كويس وما خدتش كفايتك من الراحه. عشان كده هنحتاج نظبط النوم ونأخر القهوه الايام اللي قبل رمضان وكمان بعد الفطار. الحاجة التانية المهمة، طول ما جسمك مش عارف يتعامل مع الأدونيزين انت بشكل او بآخر عندك حاجة اسمها ادرينال فاتيج او ارهاق الغدة الكظرية، لان هي دي الحاجة الطبيعية اللي ربنا عملها علشان نتخلص من الأدونيزين. وده معناه برضو انت بشكل او بآخر عندك نقص في 3 حاجات، البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين بي. اهتم بالتلاتة وان شاء الله تتحل مشكلتك مع القهوة في رمضان.